بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا في الريف الأوروبي بنصور في فيلا هتتسلم متشطبة بس بدون عفش. هنخش، ادي البوابة بتاعت الفيلا اللي احنا داخلين منها. تمام، أول ما بتخش بتلاقي هنا البسين اهو تحت التجهيز. هي المساحة الإجمالية قد إيه يا باشا؟ نص ولا فدان إلا ربع؟ نص فدان. الفيلا على مساحة نص فدان. ادي البسين اهو. طبعا هي الفيلا تحت التشطيب. طبعا هنصور الجنينة الاول. ادي اهي الفيلا اهو، هنصورها برضو من بره اجمالي. ده جزء من الجنينة معمول نجيلة لاندسكيب. تمام. الفيلا حواليها سور كامل. الفيلا حواليها سور كامل. ده مخرج من داخل الفيلا، ده ممكن يبقى جناح لوحده. هنصوره ونطلع منه على الجنينة برضو كده. ادي الجنينة اهي اهي. كل ده معمول لاندسكيب. الفيلا حواليها سور كامل زي ما احنا شايفين. اخرنا السور ده فيها شجر بس قليل مثمر. تمام. ادي اخرنا اهو، ادي السور ده اخرنا. الفيلا ما زالت تحت التشطيب. الفيلا ما زالت تحت التشطيب. تمام. ادي الجنينه بتاعتها اهي. هي حظها بقى انها تتصور بالفيلا دي، لان انا جيت لها مرتين ثلاثه كده وما ما ينفعش ان احنا نصورها بالنهار، او ما كانش متاح يعني. تمام اهو. ادي هنرجع من هنا كده نخش على الجنينة. وادي البوابة اللي احنا داخلين منها. ادي لاندسكيب برضو، والمدخل كله متبلط اهو. يعني حاجة بصراحة متكلفة مصروف عليها. الفيلا هتتسلم متشطبة. ادي هيئة الفيلا من بره اهي اهي اهي. هنخش دلوقتي عشان نصور الفيلا من جوه. مساحة المباني قد ايه؟ 240. مساحة المسطح اللي مبني عليه الفيلا 240 متر تحت وفوق. 240 الا تراس، يعني اخذ من جزء من المساحة عملها تراس. طيب ادي 1 2 3، ادي 3 سلمات اهم اهو. الفيلا معمولة هاشمي كلها، هتتسلم على المفتاح. ده ممكن يتعمل بانوراما ازاز وممكن يتبني زي ما اللي هياخد يشطب كل واحد وذوقه. ادي سلالم اهي تنزلك على البسين وتنزل على الحديقه. ده الريسبشن بتاع الفيلا، ده مكان شاشه التلفزيون. ده الريسبشن بتاع الفيلا اهو، باصص كله على الجنينه. وادي المدخل اهو احنا داخلين من عنده. الريسبشن فيه مطبخ امريكاني اهو كبير اهو. ادي المطبخ دخلته اهي اهو. ومن جوه في مطبخ تجهيز مقفول. يعني المطبخ اهو هصوره لكم. ده مطبخ التجهيز المقفول، وده المطبخ الامريكاني اللي بيطلع على الريسبشن اهو. وده بيطلع على الجنينه بتاعت الفيلا من بره. تمام كده. يبقى ادي المطبخ المقفول وادي المطبخ المفتوح. ادي الريسبشن بتاع الفيلا اهو، حاجه ممتازه. وادي المدخل وادي البانوراما اللي ممكن تتعمل بالازاز، هتبقى تحفه على فكره. في حاجه اسمها كيرتنج وفولدنج، اللي هي اواطي الازاز اللي بتتلم زي الباب الاكورديون دي. لو اتعملت كده هتبقى ممتازه.
عايز اقفل اقفل، عايز افتح افتح. وده يتعمل باب عادي. ده كده نازل على البسين. طيب ادي السلم اللي بيطلعنا على الدور الفوقاني. بس قبل ما ننزل على الدور الفوقاني هنكمل بقيه تصوير الدور الارضي. ده تواليت ضيوف صغير. ده تواليت ضيوف صغير. ده الجناح اللي احنا قلنا عليه، اللي قلنا هنخش نصوره من جوه اهو اهو. وده المخرج اللي هو منه على الجنينه اهو. طيب الجناح ده لو الباب ده اتقفل والباب ده اتقفل، ادي جناح، ادي غرفه نوم كامله اهي. غرفه نوم كامله اهي. اهي. وادي الدريسنج روم. الحته دي تعمل دريسنج روم اهي اهي. وده التواليت الخاص بيها، يعني جناح ماستر. جناح ماستر كهرباء عليها. حاجه معموله بذوق عالي بالشيء. هنطلع احنا من الجناح ادي اهو. تمام. وادي الغرفه الثانيه كبيره برضو، غرفه ماستر. ادي شباك بيطل على الجنينه. وادي التواليت الخاص بالغرفه الماستر اهو. ريسبشن كبير اهو، معمول جبسن بورك. تمام كده. طيب يبقى ده الدور الارضي مساحته 240 متر ووصفناه. نبتدي هنطلع على الدور الثاني. السلم معمول رخام ومريح جدا. تمام. وفي بسطتين حتى واسعين، ممكن يتحط فيهم كراسي كده ديكور. تمام اهو. ادي الدور الثاني بتاع الفيلا. ده مطبخ زي ما يكون كده بار، يعني على هيئة بار. مطبخ على هيئة بار اهو. اهو ده بالدور الثاني. وادي التراس اللي صاحب الفيلا قطعه من المباني. عمل تراس بحيث ان الغرف كلها تبص عليه. والتراس اساسا باصص اهو على جنينة الفيلا اهو تراس. طيب هنخش من هنا. احنا دخلنا اهو من ادي غرفة الاولانية اهي، بص على تراس. وادي شباك كبير بانوراما. تمام. يطلعنا على حمام، حاجة في منتهى الجمال. ويدخلنا هنا على الغرفة الثانية اهي. دي الغرفة الثانية اهي. والله فيك الخير يا باشا اهي. طيب نطلع من الغرفة الثانية. ادي المطبخ بره اهو. طيب نخش على الغرفة الثالثة اهي. الغرفة الثالثة دي ماستر. غرفة ماستر فيها تواليت اهو. غرفة ماستر، حاجة معمولة بشياكة وهتستلم متشطبة وداخلة على التراس اللي بيبص على الجنينة. يعني أنا شخصيا كفاية عليا التراس ده جدا، تحفة في الصيف اهو. وفيها شباك بيبص على مدخل الفيلا من تحت. تمام. طيب نيجي نخرج هنا. هو ده الريسبشن اللي بتاع الدور التاني. حاجة واسعة مريحة حلوة جدا، وفيها شباك اهو، وفيها بالكون معمول بلانق. حاجة جميلة جدا بصراحة، تحفة. وادي بوابة الفيلا اهي اهي. تمام.
كده يبقى فاضل لنا الروف اهو. طالعين اهو الرخام، سلم رخام، حاجه مريحه جدا اهو. ده لو الشبابيك دي لو اتعملت ازاز معشق هتبقى تحفه جدا. طبعا كل واحد بيرجع لذوقه اهو. ده بيتعمل السلم ده بيتعمل له هاندريل، ممكن ازاز وممكن ستانلس كده. ادي الروف. الروف فيه غرفة ماستر، الروف فيه غرفة ماستر، حاجة منتهى الشيك اهو. تواليت، ادي التواليت اهو بتاع الغرفة اللي فوق الروف، وادي الغرفة كاملة اهي. والله دي يعني انا شايف ان الغرفة دي غرفة ناس عزابية. انا شخصيا لو انا قاعد هنا هقعد فيها لوحدي. وادي بقية الروف اهو، حاجة في منتهى الجمال اهو. معمول طبعا كله سيراميك اهو. وادي الجنينة بتاعت الفيلا، وده الجار. ادي اهو الروف اهو، بقية الروف اهو. وادي القعدة هنا، ممكن يتعمل هنا بقى شواية، يتعمل برجولة، الناس تفطر تعمل. وادي مدخل الفيلا من تحت، وادي البسين من فوق. يعني الدور ده ممكن يبقى منط بتاع البسين اهو. وادي الجنينه. مساحه الفيلا الاجماليه، المساحه الاجماليه نص فدان، مبني على مسطح 240 متر تحت، 240 متر فوق متاخد منه تراس، والروف فيه غرفه ماستر بحمام. شكرا. الفيلا طبعا في الريف الاوروبي. هنقول السعر في الوصف بتاع الفيديو، وهنقول مطلوب كام. تمام، شكرا، السلام عليكم.